وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أرجو الاشتراك في قناة أخبار الجزائر اليوم ليصلك كل ما هو جديد. وصل السبت إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية. زيارة عطاف إلى دمشق تعتبر أول خطوة جزائرية للاعتراف والتعامل مع السلطات السورية الجديدة منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد. بيان للخارجية الجزائرية ذكر أن هذه الزيارة تندرج في إطار العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، بهدف استعراض السبل الكفيلة بتعزيزها والانتقال بها إلى أسمى المراتب المتاحة. البيان أضاف أن الزيارة تهدف إلى تجديد التعبير عن تضامن الجزائر ووقوفها إلى جانب سوريا خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها المعاصر. الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع استقبل الوزير الجزائري الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس تبون. لمزيد من الأخبار العاجلة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. أرجو الاشتراك في قناة أخبار الجزائر اليوم ليصلك كل ما هو جديد.